سوق السيارات في مصر بيشهد موجة تخفيضات جامدة جدًا، الدنيا في سوق السيارات المصري اتحركت بشكل كبير الفترة اللي فاتت، بعد ما شركات عالمية ومحلية كتير بدأت تصنّع وتجمّع عربياتها في مصر، ده خلّى المنافسة بين الوكلاء والمصنعين بتزيد، وطلعت موجة تخفيضات ضخمة على موديلات جديدة ومستعملة كتير. الحكاية دي جزء من خطة الدولة علشان تدعم الصناعة المحلية وتقلل الاستيراد، النتيجة كانت انخفاض أسعار فعلًا بشكل ملحوظ، وفي بعض الحالات وصل التخفيض لمئات الآلاف من الجنيهات. في كذا شركة كبيرة دخلت السوق المصري خلال السنتين اللي فاتوا، سواء بإنها فتحت مصانع جديدة أو زودت خطوط التجميع بتاعتها. من أبرز الشركات دي شيري الصينية بدأت تنتج موديلات اقتصادية متوسطة في مصر، جيتور بتبيع عربيات الSUV اللي بتتجمع هنا، شيفروليه لسه مكملة في إنتاج موديلاتها اللي بتستهدف العربيات العائلية الSUV والسيدان، جيلي دخلت السوق بخطط لتجميع عربياتها الصغيرة والمتوسطة، هيونداي بتحاول تزود الإنتاج المحلي من خلال شراكات بتعملها مع وكلائها. المهم الشركات دي ساعدت في تنويع العروض في السوق وخفضت تكاليف الاستيراد، وده خلى المنافسة في الأسعار تزيد، والضغط على وكلاء الشركات التانية أجبرهم هم كمان إن هم يخفضوا أسعارهم.